النهاردة هنعمل كيكة من أخف وألذ الكيكات اللي ممكن نعملها. هنعمل مع بعض كيكة الليمون، وكيكة الليمون مميزة بلونها الفاتح وكمان بتكون خفيفة وهشة وإسفنجية. بس قبل ما ندخل الفيديو حابة أطلب منكم إنكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نسمي الله ونبدأ الفيديو. في بولة هنزل ب3 بيضات ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وهضيف فانيليا، ومعايا كوباية من السكر، ولو حابة تزودي السكر شوية هتزودي ربع كوباية. هضربهم كويس قوي مع بعض لغاية لونهم ما يبقى فاتح كده. بعد كده هضيف ليمون، هاخد بشر ليمونتين اللي هو القشر الاخضر بس. وعصرت الليمونتين وهنضيفهم على المكونات اللي موجودة معانا. الليمون بيدي نكهة حلوة قوي وبيضيع زفارة البيض وبيفتح الكيك. وهضربهم كويس قوي برضو مع بعض. بعد كده هضيف نص كوباية من الزيت ومعلقة من الخل، والخل بيدي للكيك هشاشة وبيشيل زفارة البيض. وهضيف كمان كوباية من الحليب الدافي، وهديهم ضربة مع بعض دقيقة كده. وطبعا الخطوة دي احنا ممكن نعملها في الخلاط عادي. بعد كده هضيف كوبايتين من الدقيق، والدقيق هنا انا نخلاه من مرتين ل3 مرات. وضفت كمان كيس كيك شيف ورشة صغيرة قوي من الملح. هنقلب الدقيق مع البيكنج باودر الاول كويس قوي. بعد كده هبدأ ان انا اضرب المكونات السايلة مع الدقيق، واول ما اتأكد ان الدقيق اختفى تماما هوقف ضرب في الكيكة. بعد كده بسباتيلا هعمل في الكيكة كده، يعني هجيب الخليط من تحت لفوق واتأكد ان مفيش دقيق خالص. بعد كده هجيب صينية مدهونة زيت وعفرتها بالدقيق. بعد كده نزلت بالخليط كله في الصينية، وبنخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان نخرج اي فقاقيع موجودة جوه الكيكة بتعمل فجوات جوه الكيكة. تمام. هندخلها فرن مسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180 على رف اوسط. اخدت معايا في الفرن 45 دقيقة. ودي الكيكة بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله ريحتها قلب الدنيا، وما شاء الله خفيفة وهشة واسفنجية. هسيبها تبرد. بعد كده هبدأ اقطعها. ما شاء الله الكيكة اسفنجية ولونها فاتح ازاي ما شاء الله. شايفين بقى الكيك طري ازاي معايا واسفنجي، وشايفين لونه فاتح ازاي ما شاء الله. طعمها حلو قوي مع كوباية شاي بحليب مع الفطار. حاجة كده ما تتوصفش. قوليلي رأيك في الكومنتات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.